السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ صحيت الصبح طبعًا قوّموني عشان أفطّرهم، بما إن النهارده يوم الجمعة فقُلت يالّا ما فيش مشكلة، جِبت البيض قُلت والله ما خسارة فيهم، ما هو أنا ما باسلقهمش بيض غير كل يوم جمعة بنسلق بيض يعني، وجِبت البتنجان شِلت واحدة طبعًا ما هو يعني قُلت 2 كتير جدًا يعني، وقطّعت واحدة ورشيت عليها ملح وشِلتها ركنتها شوية، وجِبت البطاطس بعد بقى ما قشّرت البطاطس لقيت فيها حتت بايظة، قعدت أقول أرجّعها ما أرجّعهاش يالّا مش مشكلة، ورُحت مقطّعاها ورُحت جايبة خيار وقوطة وقطّعت لهم خيار وقوطة، وقُلت يالّا مش مشكلة بجملة التكلفة يعني، أنا ما كنتش باذلّهم يعني على التكلفة ولا حاجة، بس يعني فطار ب100 جنيه برضه كتير جدًا يعني. وبعدين بقى قالوا لي: "عايزين جرجيرة." ما لقيتش جرجير، قُلت لهم: "خلاص أجيب لكم خيار مخلل." فرحوا جدًا، جدًا يعني، قُلت لهم: "ماشي بس ده بيطلع يوم الجمعة بس مع الفطار." وبصراحة يا جماعة يعني أنا كنت ناوية أعمل لكم روتين يوم كامل، بس بعد ما عملت فطار ولقيته اتكلِّف جامد جدًا، قُلت يالّا كفاية بقى الفطار. وبعدين جِبت حتّة جبنة وقُلت أعمل لهم جبنة بقوطة، ما هو ده بقى فطار بالأسبوع كُلّه، وجِبت قرن فلفل لقيته كبير جدًا، رُحت مقطّعة نُصّه وقُلت أحُط نُصّه مع القوطة كده يعني، واديتها رشّة زيت، قُلت يالّا مش مشكلة زي بعضه، ولقيت طبق المسقعة ده في التلاجة، قُلت يالّا ما يجراش حاجة، ورُحت أجيب فول وطعمية، قعدت أتحايل على الراجل قد كده، وأقول له الحاجة غالية واتوصّى يا عم وبتاع، المهم راح مدّيني إيه، شوية فول زيادة وشوية طعمية زيادة. أيوه، أمّال هيدّيني ما أنا لازم أقعد برضه يعني أقول له اتوصّى وكده وأتحايل عليه شوية، عشان خاطر برضه يزوّدني على حاجة غالية. طبعًا أنا ماسكة لهم المقص للعيال عمّالة أقول لهم اللي هيقرّب من الأكل اللي جاهز أموّته، وقعدت أفضّي في الفول ساعة، يعني ما ب5 جنيه فول برضه فكتير، يعني بعد ما اتحايلت على الراجل قد كده في الآخر هارمي شوية في الكيس حرام، وفضّيت الفول وجِبت بقى الزيت اللي هو الغالي ده أنتم عارفين يعني، وحاولت أفضّي على قد ما أقدر يعني نقطتين كده في الغطا، حتى رجّعت منهم برضه. أحلى حاجة يا جماعة إن أنا باجهّز الفطار كده في منتهى الهدوء بعيد عن فهيمة، فهيمة خلاص الحمد لله رجعت بلدهم، ربنا يستر بقى وما تجيلناش تاني، وهنا بقى جهّزت الفطار وحطيت الفطار وقشّرت البيض وضبّطت لهم كل حاجة، فطار يوم الجمعة يعني. ما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك، بعد بقى ما فطرنا ونسفنا وفرتكنا الفطار، دخلت أغسل مواعين للأسف بالصابون المعفن اللي كانت فهيمة جايباه، قال يعني بتوفّر لي، بصراحة أردأ صابون ممكن تشوفوه في حياتكم ما شاء الله، لا بيرغي ولا ليه ريحة. حاجة كده ما أعرفش كانت جايبة مثلًا ال5 كيلو ب2 جنيه والّا إيه، مش عارفة يعني، بس هي فهيمة كده بتحب كل الحاجات مش كويسة، وقعدت أغسل في مواعين زي ما أنتم شايفين كده، وده بقى روتين يوم الجمعة وما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك، وكفاية بقى عليهم يوم الفطار، يعني هو الفطار كده وخلاص حلو أوي عليهم كده.